السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما أقول لنفسي اترك الانتقاد والنقد للحكومة العراقية، تأتي أحداث تجبرني على أن أتكلم بهذه المواضيع. سؤالي للحكومة العراقية: لماذا تم إزالة ورفع صور شهداء العراق من شوارع بغداد؟ ولماذا تمت إزالة أو رفع صور الأئمة عليهم السلام من شوارع بغداد؟ هل من أجل هذه القمة العربية يتم كل ذلك؟ وهل فرضوا عليكم ذلك؟ كيف تحكمون؟ أعيد وأكرر أن هذه الحكومة، وخاصة في أيامها أشهرها الأخيرة، قد سقطت في الهاوية ولن تقم لها قائمة بعد ذلك. مع السلامة.